المواضيع الرمضانية موجودة دائما في نشرتنا، فشهر الصيام تزامن مع فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع في درجات الحرارة أدخل على العائلات التونسية عادات جديدة. ففي الوقت الذي تكون فيه معظم العائلات في منازلها يخير آخرون البحر مكانا لتناول وجبة الإفطار. قبيل وقت قصير من غروب شمس يوم من أيام سيدي بوسعيد تتوافد بعض من العائلات إلى مكان لا سقف له ولا حدود بين البحر والجبل حطوا رحالهم. علاقتهم بالمكان تزداد مع اقتراب موعد الإفطار، وبين السباحة وأعداد مائدة الإفطار تتلخص اللمسات الأخيرة لإفطار استثنائي وسط همس الموج. نصبت المائدة وأخذ كل في توزيع ما لذ وطاب من الوجبات. جبنا شوية سلطة مشوية، شوية شوربة، شوية زعرة، وهوكا شوية ماء وشوية غلة. أنا نغسلوا في الكراسي، نحضروا في التواول باش نحطوا العشاء نتاعنا ومكتب من ربي، واحنا ديما كل جماعة كل نجوا نسوقوا فطرنا لهنا، نبعدوا عنا موس ونبعدوا على الدنيا كله على السخانة، وهذا هو جونا. موعد الآذان اجتمعوا على مائدة إفطار واحدة، وبين أطباق متنوعة تجولوا في حلقات موزعة هنا وهناك على امتداد الشاطئ. والله تكلم صلي على النبي. هاكم ما كليتوش معانا انت. كلوا انتم الساعة. يعيشك يعطيك الصحة. ديما تجيو هكا على البحر؟ نجو. هاي الجمعة ذي جينا فيها مرتين. العائلة الكاملة معناها تلميتوا؟ عائلتي هذيا الكل ولادي وكنيني وبنات. الدار باش تسوق فترة واحدة كمان على البحر باش تلموا الناس كلها هكا تلقى. نجيو نوسعوا بيننا شوية نسمة لما ضحكة كملوا السحور ونروحوا ان شاء الله. بعد شق الفطر يلزم واحد يجي يشق فطر وبعد نبدا نمشي نعمل غطسة. على الرمال يلتئم شمل بعض من العائلات التونسية هربا من حر الصيف، وفي البال فسحة ومتعة وربما ذكرى بأقل التكاليف تنتهي بسباحة وجلسة على ضوء القمر.